هاد القصة اللي غادي نعاود لكم دابا راه بزاف وما كتدخلش العقل. احمد شاب مصري في عمره 36 سنة، تزوج من بنت سميتها هالة وعمرها 50 سنة. بعد 4 سنين تزوج احمد المرة الثانية بواحد البنت سميتها ايمان، وكان عمرها نفس العمر ديال احمد. رزقهم الله بجوج بنيات ملاك وجنى. هالة وايمان كل واحدة فيهم كانت ساكنة في دار بوحدها، ولكن مني دازت شي سنوات قلال قررت هالة تسكن مع ايمان في نفس الدار. احمد كان رافض الفكره، ولكن هالة دارت مجهود كبير باش تقنعه، وشرات ليه الطوموبيل وعطاتو فلوس وكتبات ليه حتى الدار ديالها، واكيد احمد وافق. هالة ما كانتش ناويه خير، ولكن كانت باغا تنتقم من ايمان اللي حيتاش خدات ليها الزوج ديالها والانسان اللي بغات. وهنا بدات الخطه ديال هالة، واول حاجه دارتها هي انها بدات كتشكك احمد بان ايمان كتعرف شي واحد، وان هاد البنات ماشي بناته. وفعلا احمد اقتنع بهضرتها وتيقها. احمد بدا كيهدد ايمان انه يجري عليها الا ما تخلصاتش من بناتها اللي هما ملك وجنى، واللي كان في العمر ديالهم 2 و3 سنين. نهار 9 مارس 2019 هالة جاتها واحد الخطه اللي خبيثه. جابت واحد السطل ديال الماء هي واحمد وعطاوه الايمان باش تغرق بنتها وتقتلها بيديها. للاسف ايمان شدات الراس ديال بنتها ملاك وغطساتو ليها في السطل حتى تخنقت وماتت. هالة واحمد كانوا كيصوروا الجريمه اللي دارت ايمان في حق بنتها. علاش؟ باش يبقاو يهدوا ايمان الا فكرت تقولها لشي واحد. وما قدهمش هادشي كامل، ولكن المصيبه الكبيره انهم رغموها دير نفس الحاجه مع بنتها جنى، وللاسف حتى هي ماتت. وخلاوها تشوه الوجوه ديال بناتها باش ما يتعرف عليهم حتى شي واحد. لواتهم في ليزار وعطاتهم لاحمد ورماهم في واحد البلاصه اللي خاويه. دازت عام وحملت ايمان المره الثالثه، وتسناو حتى ولدات ولدها محمد وخلاوها دير فيه نفس الجريمه اللي دارتها في بناتها ملك وجنى. من بعد بقات هالة واحمد كيعذبوا ايمان واحد التعذيب اللي ماشي طبيعي. حسنوا ليها شعرها وحجبانها، صعقوها بالكهرباء، حطوا ليها ماده الكلور في عينيها حتى عمات. واحد النهار ايمان كانت بوحدها في الدار وهي تطلع السطح وشافت جارتها، وتماك اعترفت ليها بكل شيء. الجاره في البلاصه اتصلت بالبوليس وتم القبض على احمد وايمان وهالة. احمد جاتو سكتة قلبية في السجن اللي كانت تحكم عليه بالاعدام، اما بخصوص هالة وايمان فتحكم عليهم بالاعدام.